تعرف إن إيميلاتك أو حساباتك ممكن تكون متسربة على الإنترنت وأي شخص يقدر يلاقيهم وكمان يستخدمهم ويدخل على حساباتك وأنت ما تعرفش؟ طيب إزاي حاجة زي كده ممكن تحصل وإزاي ممكن أمنعها؟ تابعوا معايا الفيديو الآخر وأنتوا تعرفوا. وده ممكن يحصل عن طريق تسريب البيانات اللي بيحصل في الشركات الكبيرة أو حتى المواقع اللي بتسجل عليها بإيميلك وبياناتك الشخصية. وكلنا طبعا سمعنا عن التسريبات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في الشركات الكبيرة زي فوري وسويفل وأوبر وغيرها من الشركات التانية الكتير اللي حصل تسريب لكم هائل من بيانات العملاء بتاعتهم. اتسرب من الشركات دي بيانات لملايين من العملاء زي حساباتهم وأرقام تليفوناتهم وعناوينهم، والأخطر من كده كمان حساباتهم والكروت البنكية بتاعتهم. والتسريبات دي كلفت الشركات خسائر بالمليارات. طيب تعرف إن أنت ممكن تكون البيانات بتاعتك كانت من ضمن التسريبات دي وأنت متعرفش؟ وده في حالة إن أنت كنت عميل للشركات دي، يعني بتستخدم تطبيقاتهم أو حتى مسجل في المواقع بتاعتهم. وفي حالة لو حصل تسريبات ليهم فبياناتك بتكون من ضمن التسريبات دي. طيب أنا إزاي أقدر أعرف لو بياناتي من ضمن التسريبات دي؟ وفي الفيديو ده جايب لكم موقع تقدر تعرف من خلاله. الموقع ده عبارة عن أداة بتبتدي تبحث لو البيانات بتاعتك أو حساباتك كانت من ضمن التسريبات اللي حصلت قبل كده. الموقع ده هو Have I Bond Before، وهوريكم عليه تجربة عملية إزاي بنقدر نستخدمه. وزي ما انتم شايفين كده الانترفيس أو الواجهة بتاعت الموقع هي سهلة جدا. كل اللي علينا إن احنا ندخل إيميل بتاعنا هنا. أنا طبعا هبتدي أتشيك بإيميل وابتدي أضغط هنا، فهو بيبتدي يسيرش ويشوف لو في أي لو الإيميل ده كان من ضمن أي تسريبات حصلت قبل كده. فزي ما انتم شايفين كده نو، ده معناه إن الإيميل ده كان من ضمن تسريبات حصلت قبل كده. وده كان على ديزر ده تقريبا ميوزك ابليكيشن أنا كنت عامل ريجستر فيه. التسريب ده حصل 2022، يعني ده حصل مؤخرا. حصل فيه تسريب حوالي 240 مليون كاستمر ليهم. أنا هبتدي أتشيك إيميل تاني. ده كمان كان في ضمن تسريب من ضمن التسريبات. وده تسريب لسوافل حصل في جون 2022. فمثلا هنا حصل تسريب لحوالي 4 مليون عميل من عندهم، زي الإيميل بتاعهم والأرقام تليفوناتهم وصورهم الشخصية ومعلومات الكريدت كارد بتاعتهم. طبعا احنا كلنا بنغلط غلطة كبيرة جدا، وهي اننا لو بندخل نسجل على اي موقع بنبتدي نستخدم الايميل بتاعنا الاصلي والباسورد بتاعنا. فلو حد قدر يوصل للايميل ده والباسورد بيبتدي يخش بعد كده يسجل في المواقع التانية زي الفيسبوك والانستجرام وغيرها من المواقع اللي احنا بنستخدم الحساب الاساسي فيها. طبعا الموقع بيقدم لي فيتشرز او مزايا تانية زي نوتيفاي مي دي. انا ببتدي ادخل الايميل بتاعي هنا واقول له نوتيفاي مي لو حصل اي تسريب. ففي حالة ان الايميل بتاعي كان من ضمن تسريب حصل بعد كده، هيبعت لي على الايميل بتاعي ويقول ان الايميل بتاعي كان من ضمن التسريبات دي ولازم اغير الباسورد بتاعي. الدومين سيرش دي بيستخدمها لو انا ايميل في شركة معينة وعايز اشوف لو حصل فيه اي تسريبات للموظفين او الحسابات اللي تبع الدومين دي. ده وزبين بوند ده بيجيب لك احدث التسريبات اللي حصلت في الشركات. بيجيب لك بالتفصيل حجم الداتا كان قد ايه بالظبط، والداتا دي كانت عبارة عن ايه بالظبط. طبعا هنلاقي هنا شركات مشهورة وفي هنا مواقع وفي شركات. فحصل تسريب لأدوبي في 2013، كان عبارة عن 153 مليون أكاونت للعملاء بتاعتهم، وعبارة عن يوزر نيم، عبارة عن إيميل، باسورد متشفر، ناشونال اي دي، الرقم القومي. كل دي بيانات تم تسريبها للعملاء بتاعت أدوبي. باسورد، ودي عبارة عن فيتشرز بتتيح لي ان انا تشيك لو الباسورد بتاعي حصل له تسريب قبل كده او لا. انا طبعا هستخدم باسورد نايف اوي او ساذج اوي. باسورد 1 2 3. طبعا في ناس كتير لحد دلوقتي بتستخدم باسورد 1 2 3 دي كلمة السر او كلمة المرور بتاعها. دي حصل لها تسريب عبارة عن 293 ألف مرة، يعني ده رقم ضخم جدا. والحل هنا عشان أقدر أحمي نفسي
الغلطة هنا بقى واللي كلنا بنقع فيها ان معظم الناس بتستخدم باسورد واحد لكل ايميلاتها وحساباتها. فلو تم تسريب باسورد للايميل ده مثلا، وانا كنت مسجل قبل كده على فيسبوك وعلى انستجرام بيه، فاي حد هيقع في ايده الباسورد الايميل ده هيقدر وقتها يخش على الانستجرام ويخش على الفيسبوك ويخش على كل الحسابات اللي انا رابطها او اللي انا مستخدم فيها نفس الباسورد ده. فالحل هنا ايه بقى؟ ان انا استخدم باسورد مختلف لكل حساب انا بعمله، سواء على فيسبوك او على غيرها من المواقع الكتير اللي انا بخش اعمل عليها حساب جديد. الخطوة التانية اللي انا ممكن اقدر احمي بخلالها الحسابات بتاعتي ان انا افعل ميزة ال MFA المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، ودي بتخليني ادخل على الموقع مش بس بالايميل والباسورد بتوعي، لا كمان بدخل بكود بيتبعت لي على الايميل او على رقم التليفون اللي انا مسجل بيه. فوقتها اي حد وقع تحت ايده الباسورد ده هيكون محتاج الكود اللي هيتبعت على رقم تليفوني. تالت حاجة وأهم حاجة إن نختار كلمات سر تكون قوية، يعني مكونة من أكتر من 8 حروف، فيها حروف وأرقام ورموز وصعب إن أي حد ممكن يقدر يخمنها. وأبعد عن المعلومات الشخصية، يعني ما أعملش كلمة السر بتاعتي هي تاريخ ميلادي مثلا أو اسم حيوان بتاعي أو اسم صاحبي أو تاريخ ميلاد حد أعرفه. أبعد تماما عن الحاجات دي كلها، لأن الحاجات دي كلها بتسهل إن أي حد ممكن يخترق الحساب بتاعي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع وقدرت ابسطه ليكم، وما تنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك في القناة، وقولوا لي حابين اتكلم ايه في الموضوع الجاي في الكومنتات.